زمان الهرج للشاعر سعد آل شايع. يقول العقول أنواع ما بين شكل وبين لون، استجابتها للأفكار حسب المصلحة، والقلوب اللي بها نور خير من عيون لو عمت أبرك، ولا قلب تايه ممرحة، والفكر لنحل من فطرته صابه جنون، وكل فكر له غذاء وغذاءه يمنحه التوازن، مطلب والدنابه لو يكون دون ما نفرض على الناس درب تجنحه، والجهل آفة ولا لي بمن لا يفقهون، يعني أن العلم نور العقول مفتحة، والتطرف والتعصب نتاج، وتدركون ما وراء الترهيب والجبر غير المشرحة. سهل نقنع من غووا بس صعب يقنعون، عندنا البرهان لا من بغوا نستوضح، شاهد ديني وعقلي وغيره وش يبون بالأدلة، وانتمادوا من القول أرجح خالق الأنفس له الملك، ماذا يملكون مالك الأرواح، وإن غادرت تستسمحه الأمانة حملها حمل، والجاهل يخون من يحارب ربه، إن جهنم مطرحه، وكل مفسد فوق أرضه لفيها خالدون، قبل ما ينفى من الأرض لن نستنصح في زمان الهرج، والهرج ما هو تسمعون، يقتل الرجال جاره واخوه ويذبحه، حرم الله زهق الأنفس لأنها ما تهون، دون ما حق ظهر ديننا قد وضحه. إيه يا مدوس وربي بكت كل العيون، والله إن الحزن بالقلب تكفى تجرحه، رغم ذلك في القدر كلنا به مؤمنون، كم نفوس تحزنه كم نفوس تفرحه، والمذاهب بعضها لو تجاوز بالظنون، عند ربي حكم بين الخلائق يصلحه، يلا هنك تلعن الغادر ومن له يعون، ومن تسبب في غواه وعلينا سرحه.